نادر ليكنز الواضح امامكم بالصوره يرتكب التيرن اوفر، استلم الكره وهو خارج ارض الملعب، بالتالي تنتقل حيازه لصالح فريق الكرخ. 13 لقب بحوزه الكرخ. على العموم تعود عباس هادي، عباس شاكير سميث يحاول يقطع، ممتازه، حاول تابعه من عباس هادي، بلوك شوت ممتاز من عبد الله حيدر. فريد رعدي تصويبه من الارك ما يسجل. اقرب الفاست بريك حاضر من جانب فريق دجله. قرار بيكو خذ خطا لصالح فريق دجله الجامعه. هذا قرار جاسم بيكو، لاعب اللي جاي من محافظه بابل. هذا علي سموم حكمنا الدولي، بالتالي تو شوت. اول الرميات الحره لفريق دجله الجامعه صاحب الصداره لحد الان وليس سجل. المباراه بعدها بدايتها. يحاول بالثانيه ما تسجل. اقرب الى علي حاتم على مستوى الريباوند. تعود الى شاكير سميث الكرخ. مباراة صعبة اكيد. محاول فريد رعدي، علي حاتم ممتاز الدوران بالباك بورد ما يسجل. اقرب الى عبد الله حيدر. محاولة زيد يحاول امام عباس هادي، بالتالي يرتكب التيرن اوفر. فريق دجله جامعه التيرن اوفر الثاني، يخسر الكره. هذا زيد عادل لاعب سنة لهذا اللاعب. تعود شاكير كرخ سميث يحاول تمرير. فريد رعدي تمويه يقطع بدرايف ممتازة. تابع هجوميا من علي حاتم، التمويه والدوران، ولكن اقرب الى شين جيبسون دجله الجامعه. تمريره محاوله بيكو يتوقف يصوب من الارك، ولكن اقرب الى علي حاتم ممتاز على مستوى الريباوند. تعود شاكير عباس هادي تصويبه من الارك، ولكن اقرب الى عبد الله حيدر ممتاز على مستوى المتابعه الدفاعيه. تعود الى زيد عادل، نادر ليكنز، عبد الله حيدر. تغييرات المراكز، شين جيبسون ليكنز يحاول شين تصويبه من الارك. كل الثلاثيات لهذا اللاعب، واول ثلاثيه في المباراه عن طريق هذا المحترف. 6-0. الكرخ ما سجل ولا نقطه لحد الان. على العموم عباس شاكير سميث الكرخ يطلب الهيلب، يحاول يقطع ممكن تمرير تصويبه من الارض. فريد رعدي ولكن اقرب، وبالتالي لاعب نادر ليكنز استلم الكره هو خارج ارض الملعب. تبقى الحيازه لصالح فريق الكرخ. كره بالبيس لاين. عباس هادي هذا عقيل نجم، المدرب اللي جاي من محافظه البصره. هو طموح عوده ومنافسه على اللقب، مدرب ممتاز. على العموم عباس محاوله، فريد يقطع بدرايف، يحاول بفلوتر يسجلون النقاط للكرخ. حلوه لفريد رعدي مع الصيام لمده 3 دقائق. بالنسبه للكرخ زيد نادر ليكنز، عبد الله حيدر، عبد الله زيد عادل. زيد يحاول يقطع تمرير، عبد الله ممتازه حلوه لعبد الله حيدر، والاحلى الاسيس من زيد عادل، وقراءه ممتازه لهذا اللاعب. مره ثانيه 8-2، 10 نقاط لحد الان في المباراه. شاكير موه ويقطع ممتاز تمريره. فريد رعدي، فريد محاوله، خالد جام شوت تصويبه، ولكن اقرب الى ليكنز. تعود لدجله، يقطع يمرر يتوقف يصوب، ولكن اقرب الى عباس هادي. عباس يقطع بدرايف وياخذ خطا
دينادر ليكنز. هذا الواضح امامكم بالصوره، دينادر ليكنز وعقيل نجم. مهمه اكيد صعبه، ولكن اكيد مو مستحيل على هذا الرجل. خبره تدريبيه لهذا الرجل. على العموم كرخ، فريد العدي، شكل سميث، فريد تمويه بشكل جميل، جامب شوت يصوب لكن ما تسجل. متابعه هجوميه من علي حاتم بالباك بورد، يا عيني بالباك بورد يسجل علي حاتم. نقطة جديدة لصالح فريق الكرخ. 8-4 بدأ الكرخ يسجل. زيد عادل، زيد شين جيبسون، تمويه حاضر والقطع والباك بورد حلوة حلوة لشين جيبسون، ممتاز جدا هذا اللاعب، يموه ويقطع ويسجل، لاعب سلس جدا. 10-4 شكير سميث، سميث كرخ يحاول، عباس هادي، كرخ علي حاتم مرة ثانية، عباس يطلب الهيلب، يحاول عباس تمويه تمرير، فريد العدي جامب شوت تصويبه، ولكن متابعة هجومية خالد حسن، خالد فريد العدي ممتازة بالباك بورد، يا عيني بالباك بورد يسجل فريد العدي. باسكت لصالح فريق الكرخ. 10-6 تعود شين جيبسون، جيبسون تمرير الى بيكو، عبد الله حيدر، دجله يحاول، عبد الله يحاول يقطع الدوران وبلوك شوت ممتاز، متابعه هجوميه وياخذ خطا شين جيبسون. الواضح امامكم بالصوره اللاعب محترف اللي جاي من النفط، ارقام ممتازه لهذا اللاعب، حقق لقب الدوري مع النفط، بالتالي هذا الواضح امامكم بالصوره لاعب سلس، لاعب هادئ، يسجل يخطف ينطلق، اولى والثانيه يسجلها حلوه لشين جيبسون. 12-6 الفارق 6. تغيير الان، فريد العدي غادر ويشترك حسين علي مرة ثانية. الكرخ حسين علي، حسين يرتكب الترنوفر، يستلم كرة وهو خارج أرض الملعب، بالتالي وقت مستقطع الآن من جانب فريق كرخ. باقي 4 دقائق 16 ثانية على نهاية الكوارتر الأول. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، مستمرين معكم في نقل منافسات دوري المحترفين بكرة السلة. لقاء القمة، لقاء الناري يجمع بين صاحب الأرض والجمهور، فريق الكرخ اللي يلعب على أرضه وبين جمهوره على قاعة نادي الكرخ، أمام متصدر الترتيب فريق دجلة الجامعة. وهذا الرجل الكوتش عقيل نجم، مدرب لإدارة الكرخ. تشهد لهذا الرجل مواليد 1978، لاعب سابق لأندية البحري والاتحاد ونفط الجنوب الميناء والجيش، ودرب أندية، عمل مساعد مع نفط الجنوب وبعدها عمل مدرب مع نفط الجنوب وحقق المركز الثاني، ودرب فريق الحشد الشعبي قبل موسمين وحقق مع المركز الثالث. نتائج ممتازة بالنسبة لمدرب عقيل نجم، وأيضا هو يعمل مساعد مدرب المنتخب الوطني العراقي. خطوة إدارة نادي الكرخ بالتعاقد مع المدرب عقيل نجم بعد استقالة بلال حاتم، بينما إدارة نادي دجلة الجامعة توجهت إلى المدرب اللبناني باتريك صبا، والنتائج المميزة لهذا الرجل. جانب من الحضور، محاولة دينادر ليكنز دجلة، ستيل حاضر من حسين، لكن تبقى الحيازة لصالح فريق دجلة الجامعة. كرة بالسايد لاين، بيكو دجلة الجامعة،
دجلة. شين جيبسون يحاول تمرير ليكنز، تصويبه من الارك ولكن اقرب الى حسين علي على مستوى الريباوند. تعود مره ثانيه الكرخ، فرصه الكرخ لتقليص الفارق. ممتاز، كروس جاب شوت، تصويبه ومتابعه دفاعيه 3 ضد 3. تمرير الى بيكو. دجله الجامعه سيد عادل يموه ويقطع بدرايف بالانسايد، يصوب والمتابعه وما بلوك شوت ممتاز من اللاعب علي حاتم. مره ثانيه الكرخ، شاكير سميث تمرير حسين، تصويبه من الارك كن اقرب الى ليكنز. فاست بريك، عوده سريعه، تمريره ممتازه ولكن تمرير مره ثانيه. عبد الله يحاول بالباك بورد ياخذ الكره، صراع 3 ضد 1. تصويبه من الارك ليكنز يسجل ثلاثيه. حلوه الثلاثيه من المحترف دي نادر ليكنز. تلقى تحيه من الكوتش باتريك صبا. 15-6. كرخ يعاني لحد الان. على العموم علي حاتم، علي بفلوتر يسجل. حلوه لعلي حاتم، ممتاز لاعب الخبره. زيد عادل، زيد 15-8. زيد الى ليكنز. عبد الله حيدر، بيكو يحاول يقطع بدرايف، تمرير زيد، تصويبه من الارك. ممكن، نعم ممكن ثلاثيه جديده لصالح فريق دجله الجامعه. حلوه لدجله، حلوه لزيد. 18-8، فارق 10. عوده فريد رعدي مره ثانيه. شنو اللي يفكر به كرخ؟ شاكير سميث يحاول كروس، قطع بدرايف، تمرير حسين، تصويبه من الارك ما يسجل. اقرب الى بيكو على مستوى الريباوند. الانتقال من الدفاع للهجوم. ليكنز يقطع بدرايف بالانسايد، كيك اوت، محاوله بيكو، تصويبه من الارك لكن اقرب الى الكرخ. محاوله والتدخل من زيد عادل. بالتالي الكرة إلى الخارج، تبقى الحيازة لصالح فريق الكرخ. عباس هادي يشارك. على العموم عباس ياخذ لاعب بلاي ميكر. عباس يقطع بدرايف، محاولة علي حاتم، جاب شوت، تصويب، تابعة من حسين وخطأ على بيكو. حكم الاتحادي علي محسن الواضح امامكم بالصورة، وباقي دقيقة و20 ثانية على نهاية الكوارتر الاول. الحيازة عند الكرخ. شاكير سميث يحاول الى عباس هادي الكرخ يحاول يقطع بالبيس لاين، يغير رايه. خالد حسن، حسين، جام شوت، تصويبه، ولكن نهاية زمن الهجمة 24 ثانية، بالتالي تنتقل الحيازة لصالح فريق دجلة الجامعة. عقيل نجم والحديث مع فريد رعدي. على العموم زيد عادل لاعب اللي جاي من اليونان. بيكو، دي نادر ليكنز، زيد عادل مرة ثانية، ستيل ممتاز، تيرن اوفر، حسين هو السلة، يسجل دهك جميل، حلوة لحسين عليه. باسكت جديد لصالح فريق الكرخ. 18-10 ليكنز، دجلة الجامعة. زيد الى شين جيبسون افضل دفاع فريق الكرخ الان. شين جيبسون حاول، بيكو اوبن شوت، تصويبه من الارك هاي يسجل، اقرب الى علي حاتم على مستوى الريباوند. عباس هادي، وخطا على زيد عادل موسى. سلامات للاعب منتخبنا الوطني عباس هادي، لاعب اللي جاي من النفط. سلامات
زيد عادل لاعب اللي جاي من نادي اولمبياكوس، 5 سنوات تأسس مع اولمبياكوس. هذا زيد عادل اللي ارتكب البيرسونال فاول. هذا الستيل قطع الناجح من حسين علي، يسجل دانك للكرخ. حلوه حسين علي. على العموم 18-10 اخر الثواني. حاول كير سميث تصويبه من الارك، حاول واقرب الى شيء جيبسون. اخر الثواني 2 يحاول تصويبه. وهنا احبتي مشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي نهايه الكوارتر الاول بتقدم فريق دجله الجامعي على الكرخ بنتيجه 18-10. استراحه قصيره ونرجع وياكم ونكمل احداث المباراه. مرة ثانية رجعنا وياكم احبتي مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي وانطلاق الكوارتر الثاني. مباراة الكرخ ودجلة الجامعة. محمد المهدي شارك من جانب فريق دجلة. تعود علي حاتم. علي حاتم تمرير ستيل ترنوفر على فريق الكرخ. بالتالي الكرة الى الخارج. تبقى الحيازة من جانب فريق دجلة الجامعة. هذا خالد حسن. نتيجة 18-10 انتهت بها نتيجة الكوارتر الأول. جاسم محمد يشترك لاعب رقم 7 من جانب فريق دجلة الجامعة. تعود شين جيبسون. محمد المهدي. جاسم يقطع تمرير. محمد المهدي ليكز. جاسم جام شوت تصويبه حلوة حلوة. جاسم محمد يفتتح التسجيل بالكوارتر الثاني. مرة ثانية شاكير سميث تمرير. خالد اوبن شوت تصويبه من الكورنر ولكن مرة ثانية تعود عباس هادي. شاكير سميث يقطع بدرايف. جام شوت ينجح. عافية عليك. محترف الوحيد بالنسبة لفريق الكرخ لحد الآن. تعود محاولة من جانب فريق دجلة الجامعة. محمد المهدي درايف ممتازة. عافية عافية اساس ولا اروع من محمد الوهدي والفرش حاضر من ليكنز. واضح امامكم بالصورة. 22-12 عاد الفارق الى 10. مرة ثانية عباس هادي. عباس هادي الكرخ يقطع بدرايف وياخذ خطأ. هذا عباس هادي لاعب منتخبنا اللاعب اللي جاي من النفط.
هذا احمد علي. تغيير من جانب فريق دجله الجامعه. جيرارد يشارك بديلا لجيبسون لاعب رقم 8. جيرارد جي ار لاعب محترف فريق دجله الجامعه. عنده 3 محترفين فريق دجله، بينما فريق الكرخ عنده محترف واحد. شرد براون ابعاد عن الفريق، وديكن بديكسون ترك الفريق. البارحه ديكن بديكسون غادر الفريق. على العموم حاول ثاني يسجل ممتاز لاعب عباس هادي. تعود محمد المهدي تمرير جيرارد الى ليكنز. يحاول جيسي خطأ بالتمرير. ترنوفر على فريق دجله. تنتقل حيازه للكرخ. شاكير سميث جام شوت تصويبه، لكن كرة الى الخارج. تنتقل الحيازه لصالح فريق دجله الجامعه. هذا باتريك صبا مدرب فريق دجله الجامعه. مباراة صعبة على الفريقين. المباراة حلوة لحد الآن. جي ار ليكنز عبد الله. جي ار مرة ثانية حاول ممتاز تمرير كيك اوت تصويبه من الارك، ولكن اقرب الى حسين علي. ممتاز على مستوى الريباوند. شاكير سميث الكرخ يحاول تمرير اوبن شوت تصويبه من الارك وما تسجل. متابعة هجومية ممتازة، ممكن سكند شوت للكرخ. شاكير سميث يحاول دبل تيم تصويبة عباس هادي، ولكن اقرب الى لاعب ليكنز. تمرير محاولة جي ار خطأ على خالد حسن. هذا جيراد جي ار. هذا احمد علي حكمنا الدولي، واحد من افضل الحكام على مستوى اسيا. 22-13 فارق 9. تغيير من جانب الكرخ. عبد الله طارق يشارك بديلا لعلي حاتم. كرخ عنده بس محترف واحد. على العموم دجله الجامعه تمريره جي ار. عبد الله حيدر حاول تبقى عند دجله. محمد المهدي. عبد الله حيدر محاوله ليكس يقطع باكبورد. متابعه من عبد الله. صراع على الكره، وخلينا نشوف القرار. السيد احمد علي يشير كره قدم اللاعب عبد الله حيدر، بالتالي تنتقل حيازه للكرخ. هذا عبد الله حيدر لاعب منتخبنا الوطني، وهذا عباس هادي. لقطه والصراع. ليكنز يغادر ويشارك شين جيبسون. شنو اللي يفكر به باتريك صبا مدرب فريق دجله الجامعه. على العموم تعود شاكير سميث امام محمد المهدي. دفاع 2-3 من جانب فريق دجله. يطلب الهياب تصويبه من بعيد ممكن، ولكن تعود للكرخ. عباس هادي. عباس تصويبه من الارك ويسجل ثلاثيه. ممتاز جدا عباس هادي. ثلاثيه جميله، وبالتالي 22-16. تعود محمد المهدي مرة ثانية. 22-16. محمد المهدي يقطع بدرايف. حاول ترنوفر على فريق دجلة. تعود شاكير سميث أفضل الكرخ. محاولة سين علي. جام شوت تصويبة. الله على خالد حسن. يسجل باسكت جديد ويجبر الكوتش باتريك صبا على طلب وقت مستقبل.
وقت مستقطع الآن من جانب فريق دجلة بعد أفضلية واضحة بالنسبة لفريق الكرخ، وقلص الفارق بعد ما كان الفارق كان 10 صار الفارق 4. مباراة صعبة أكيد، حلوة لكتيبة فريق الكرخ وكتيبة عقيل نجم. عودة والتسجيل وجود ديفنس، بالتالي فريق الكرخ بعد أكيد النتائج الأخيرة خسارة أمام حلة جانب مدرب نضال غانم مدرب فريق الدفاع الجوي حاضر في قاعة نادي الكرخ، ونضال غانم سبق أن مثل الكرخ كلاعب. هذا باتريك صبا أكيد متعصب ما راضي على أداء فريقه. فرق كان 10 الفارق صار 4. جانب من الحضور الصغار والكبار أيضا دور أمن الملاعب في أيضا بسط الأمن وكافة الأمور بالنسبة لقاعة نادي الكرخ، وأيضا في جميع المباريات. على العموم نهاية الوقت المستقطع لطلبة باتريك صبا مدرب فريق دجلة الجامعة. حيازة عند محمد المهدي دجلة إلى جي آر. تمرير عبد الله حيدر بيكو شين جيبسون حاول تمويه جاب شوت تصويبه ما تسجل. ممتاز خالد حسن على مستوى الريباوند الى عباس هادي. تعود شكير خطأ على محمد المهدي. الحذر ان تستهين بالفريق اللي امامك حتى وان كان الكرخ يلعب بمحترف واحد. 22-18 تعود محاولة زين علي يقطع بدرايف يخسر الكرة. تيرنوفر على فريق الكرخ. فاست بريك حاضر بيكو ولكن تعود إلى جي آر وخطأ لصالح فريق دجلة الجامعة. عبد الله طارق يرتكب البيرسونال فاول. تغيير من جانب فريق دجلة خطأ على عبد الله طارق. تو شوت عبد الله يغادر ومحمد فالح يشارك. هذا جيرارد جي آر محترف فريق دجلة الجامعة. ما تسجل اقرب الى عبد الله طارق على مستوى الريباوند. تعود الى عباس هادي. عباس يقطع بدرايف بالانسايد ممتازه. عافيه عليك عباس هادي. مجهود فردي كبير لهذا اللاعب ومسجل 6 نقاط. تعود 23-20. محمد فالح حاول بيكو. خلينا نشوف قرار خطأ هجومي. تيرنوفر على فريق دجلة. تنتقل حيازة لصالح فريق الكرخ. متعصب باتريك صبا. هذا الواضح امامكم بالصورة اكيد ما راضي. فرصة الكرخ للتقليص او التعديل. عباس هادي شكير سميث يحاول. 23-20 يقطع بدرايف وياخذ خطأ لصالح فريق الكرخ. الولي عباس هادي. 23-20 دجلة متقدم فارق 3. باقي 4 دقائق وثانيتين على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي مستمرين معكم في نقل منافسات دوري المحترفين بكرة السلة. المباراة تأتيكم بالتعاون مع شركة عشتار للنقل التلفزيوني والتسويق الرياضي. عباس هادي ضيع الأولى. صعبة المباراة
عباس بالثانية يضيع أقرب إلى جي آر. تعود محمد المهدي. ميدو. فرصة دجلة لتوسيع الفارق. شين جيبسون تصويبه من الارك ولكن اقرب الى شاكير سميث. الكرخ فاست بريك يحاول شاكير قطع ياخذ خطأ وتو شوتس لصالح الكرخ. هذا محمد فالح يرتكب البرسونال فاول. سميث الواضح امامكم بالصوره وعقيل نجم والتوجيهات. شاكير سميث محترف فريق الكرخ. تو شوتس الاولى يسجل. المحترف الجديد يعني هو تقريبا شهر ونص انضم الى الكرخ. يحاول بالثاني سميث المحترف الوحيد. تسجل 23-22 الفارق نص سله. حسين جاسم يشارك الان. افضل فريق الكرخ مثل هذه الدقائق. دجله الجامعه شيء جيبسون تمرير حسين اوبن شوت تصويبه حلوه ثلاثيه جميله من البديل حسين جاسم. ثلاثيه رائعه في وقت ممتاز. سميث جامب شوت تصويبه عافيه باسكت جديد لصالح فريق الكرخ. 26-24 محاولة من جانب عباس هادي ولكن تبقى الحيازة لصالح فريق دجلة الجامعة. تغيير فريد رعدي بديلا للاعب حسين علي. وشنو اللي يفكر به عقيل نجم؟ لحد الآن عقيل ممتاز يعني يدور الفريق بشكل ممتاز. على العموم حسين جاسم. حسين تمرير الى بيكو تصويبه من الار حلوه لقرار جاسم بيكو وثلاثيه للمره الثانيه على التوالي من جانب فريق دجله الجامعه. 29-24 عباس هادي. عباس اخر دقيقتين و40 ثانيه من الكوارتر الثاني. سميث يحاول تمريره. خالد حسن تصويبه من الارك اقرب الى بيكو. فاست بريك حاضر من بيكو. تعود حسين جاسم. دجله الجامعه وخطا على فريد رعدي. تبقى الحيازه لصالح فريق دجله الجامعه. 4 اخطاء على دجله. اي خطا راح يكلفه تو شوت. محمد فالح. حسين جاسم. جي ار يقطع بدرايف يحاول بالانسايد تصويبه اقرب الى عبد الله طارق. شاكير سميث تمرير. عباس هادي يموه يحاول عباس هادي يسجل باسكت جميل ياخذ خطا ولا عدوان. حلوه لعباس هادي مجهود فردي ولا اروع. شوف القطع بدرايف جميل وبالتالي الكره تحب عباس هادي وتدخل بالسله وتسجل باسكت وياخذ خطا واندوان. حلوه الكرخ وحلوه لعباس هادي والنتيجه 29-26 بالاندوان يسجل. جود جوب ليه اللاعب عباس هادي ورجع الفارق الى سل 29-27. حلوه المباراه. تعود جي ار مرة ثانية. محمد فالح ما يستعجل فريق دجلة. حسين تصويب من الارك ممكن ولكن كرة ايربول. الكرة الى الخارج. على العموم هذا حسين جاسم. هذا باتريك صبا اكيد ما راضي على الكرة الاخيرة. هسه فرصة الكرخ للتعديل او التقدم. خلينا نشوف ممكن نشوف وقت مستقطع اذا سجلها الكرخ. على العموم شاكير سميث يحاول تمريره. خالد يموه يقطع محاولة بالباك بول. الله
هذا خالد حسن يسجل باسكت والتعادل 29-29. بيكو دجله يحاول يقطع بدرايف، كيك اوت الى حسين جاسم، تمويه حاضر، انقطع بدرايف ويخسر الكره. تيرن اوفر، فرصه الكرخ للتقدم الان. اخر 55 ثانيه. سميث، كرخ ما يستعجل، كرخ يريد يسجلها. كروس ناجح مرة ثانية، تصويبة من الأرض. شاكيل سميث يسجل ثلاثية جميلة، وبالتالي تتغير النتيجة بعد ما كانت 29-27. الكرخ الآن صار 32-29. وشوفها جابها المخرج صعبة ولكن جد. نعم اجت ثلاثية من اللاعب شاكير سميث، وبالتالي يجبر كوتش باتريك صابا على طلب وقت مستقطع. قلت لك اذا الكرخ راح يسجل ممكن نشوف وقت مستقطع. النتيجة تغيرت، المباراة صارت احلى والكرخ متفوق الان. باقي 42 ثانية بالتمام والكمام على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الاول. احبتي مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي، مستمرين معكم في نقل منافسات دوري المحترفين بكرة السلة، ولقاء القمة، اللقاء الناري اللي يجمع بين متصدر ترتيب فريق دجلة الجامعة امام الكرخ، الفريق اللي يبحث عن العودة مع المدرب الجديد الكوتش عقيل نجم. هذا باتريك صبا مدرب فريق دجلة الجامعة من مواليد 1971، متزوج وعنده ولد وبنت، لعب لأندية الكهرباء والتضامن والشانفيل، وأيضا درب منتخب لبنان 2016 و2018 ونادي بيروت ونادي روكس ونادي الهومتمان. مباراة حلوة، مباراة بها كمية كرة سلة ممتاز. على العموم نهاية الوقت المستقطع، الحيازة عند فريق دجلة. محمد المهدي دجلة فارق 3، قلبت الموازين للكرخ. دجلة بعد المباراة آخر 30 ثانية. محمد فالح إلى شيء جبسة، تصويبه من الأرض، متابعة هجومية ممكن، بلوك ومتابعة هجومية ممتازة عن طريق جيرارد يسجل باسكت وياخذ اندوان. حلوة لجيرارد. 32-31 وعد اندوان، حاول بها محمد المهدي ولكن متابعة هجومية وخطأ على عبد الله طارق. حلوة المباراة. الاندوان للاعب جي ار ويسجل التعادل الان. وقت مستقطع من جانب عقيل نجم مدرب فريق الكرخ. عقيل نجم اليوم مصر ينهي الشوط الاول لصالح فريقه. باقي 21 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني والشوط الاول، والنتيجة 32-32. هذا فريق الكرخ وعقيل نجم مدرب مواليد 1978، لعب لأندية البحري والاتحاد ونفط الجنوب الميناء والجيش. درب أندية نفط الجنوب، حصل معاه المركز الثاني، وقبل موسمين درب الحشد الشعبي وحصل وياه على المركز الثالث. جانب من الجمهور الحاضر في قاعة نادي الشعب، رجال ونساء يتابعون. أكيد مباراة صعبة، مباراة مهمة. الكرخ و13 لقب، 80 81 81 82 82 83 84 85 90 91 91 92 96 97 99 2000 2000 2001 2001 2002 2004 2005 2007 2008 واخر لقب حقق الكرخ 2015 2016. بينما دجلة ورحلة البحث عن اللقب الأول، فريق الفتي الطموح مع نتائج ممتازة مع هذا الرجل، وعنده بس خسارتين، المرحلة الأولى أمام الحلة والمرحلة الثانية أمام الحشد الشعبي. 21 ثانية و5 أخطاء على دجلة و4 أخطاء على الكرخ. أي خطأ مباشرة تو شوت، دفاع بريس
دفاع الضاغط، دفاع المان تو مان من جانب فريق دجله الكرخ. عباس هادي اخر 20 ثانيه. شكر سميث شوف دفاع بريس دبل تيم على هذا اللاعب. تمرير فريد رعدي. فريد شكر سميث يخسر الكره. تيرن اوفر على فريق الكرخ. علي سموم وعلي محسن والحديث مع شكير سميث. فرصة دجلة الآن لحسم الشوط الأول. خلينا نشوف آخر 7 ثواني. صعبة المباراة، مباراة دقيقة بكل تفاصيل. فيكو قرار جاسم يحاول يقطع بدرايل، ممكن تمريرة شجبسون بالتخصص. شي جيبسون يحسم الكوارتر الثاني والشوط الاول بثلاثيه ممتازه، وبالتالي 35-32 وينهي الشوط الاول بتقدم فريق دجله الجامعه على فريق الكرخ ب 35-32. مباراه حلوه، لا تروحون بعيد. استراحه قصيره ونرجع وياكم ونكمل احداث المباراه.
من جديد نجدد التحية أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، ولحظات وينطلق الشوط الثاني لمباراة القمة اللي تجمع بين صاحب الأرض وجمهور فريق الكرخ أمام فريق دجلة الجامعة. ورا السيد حسين عميدي قاعد نادي الكرخ. ترنوفر محاولة عباس هادي، فريد رعدي بالباك بورد، تدخل من محمد المهدي ممتاز. مرة ثانية الكرخ شكير سميث خطأ على بيكو، خطأ على كرار جاز. نتيجة الشوط الأول واضحة، انتهت بتقدم فريق دجلة بثلاثية المبدع أفضل مسجل الموسم الماضي شين جيبسون. محاولة عباس هادي، شكير سميث تمرير، فريد رعدي يقطع جامب شوت يغير رايه، خالد متابعة وتيرن اوفر على فريق الكرخ. نهاية زمن الهجمة 24 ثانية جود ديفينس من جانب فريق دجلة الجامعة. 7 تيرن اوفر مسوي دجلة مقابل 4. تعود مرة ثانية إلى جي آر، عبد الله حيدر، محمد المهدي، ليكس، دجلة الجامعة، محمد أوبشو تصويبة ولكن متابعة شين جيبسون، تصويبة ولكن ما يسجل. تعود شكير سميث حاول كروس، حاول يقطع عباس هادي على الزاوية. عباس هادي ما يريد يضيعها، حاول فريد رعدي ممتازة، حلوة لفريد رعدي، يسجل باسكت ويفتتح التسجيل بالشوط الثاني الكوارتر الثالث. تقريبا دقيقة ونص ما سجل بس فريد رعدي. على العموم مرة ثانية ممكن ليكنز، محمد المهدي تمرير، تمويه بشكل جميل، قطع على مستوى البيس لاين، اقرب الى علي حاتم. محاولة سميث جاب شوت تصويبه ولكن اقرب الى عبد الله حيدر. تعود الى دجلة، عبد الله حيدر، بيكو تمرير شين جيبسون، بيكو تصويبه من الارك اقرب الى علي حاتم على مستوى الريباوند. تعود فريد رعدي، عباس هادي، عباس كرخ يحاول يقطع بالبيس لاين، تمرير خالد اوبن شوت، تصويبه من الارك واقرب الى ليكنز. انطلاقه بهذا الشكل السريع، درايف وياخذ خطأ لصالح فريق دجلة الجامعة. هذا علي حاتم لاعب منتخبنا الوطني، لاعب الخبرة. بالتالي حديث أحمد علي مع الحكام. توشت لصالح فريق دجلة الجامعة. دقيقتين ونص ما سجل ولا نقطة. الآن فرصة لدينادر ليكنز يفتتح التسجيل نعم بالشوط الثاني. هذا ليكنز دجلة مغير المحترفين. ثانية تضيع اقرب الى فريد رعدي، 36-34 فارق سلة. فرصة الكرخ للتقدم او التعديل. سميث، فريد رعدي، تصويبه بدراك ممكن ولكن اقرب الى ليكنز على مستوى الريباوند. فاست بريك حاضر، انطلاقه بهذا الشكل، تمريره حلوه، الله على عبد الله حيدر يسجل دنك ولا اروع. شوف الاسيست من ليكنز وعبد الله حيدر يسجل دنك ممتاز، جابها المخرج والله. حلوه لعبد الله، محاوله تعود
فاست بريك حاضر. تمريره يخسر الكره. تيرن اوفر. سميث يقطع بدرايف بفلوتر، ولكن الصراع لا زال قائم. تعود الكرخ يخسرها. تعود لفريق دجله. ممتاز لبيكو. محمد المهدي. ليكنز. بيكو. كرار جاسم بيكو الى شين جيبسون. جيبسون تمرير. ليكنز يقطع بدرايف. تمريره عبد الله من تحت السله وخالفت الوك. مشي بالكره على عبد الله. تيرن اوفر على فريق دجله الجام. تيرن اوفر على فريق دجله. 9 تيرن اوفر مقابل 5. دجله مسوي 9 تيرن اوفر مقابل 5 للكرخ. عباس هادي. كرخ 38 34. يحاول عباس بالباك بورد شوت فردي لهذا اللاعب ويسجل باسكت. 38 36. تعود محمد المهدي. المهدي دجله الجامعه. صعبه المباراه حلوه. شيء جيبسون. محمد المهدي يقطع بدرايف. محاوله. تمرير الى ليكنز. تمريره محاوله. يسجل محمد المهدي. عافية عليك. يسجل باسكت جديد بالتالي 40 36. رجع الفارق الى 4. على العموم عباس هادي. عباس كروس ناجح. قطع بدرايف. يحاول. عافية 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 لعباس هادي. ممتاز جدا باللقطة الأخيرة. يسجل باسكت 40 38. رجع الفارق الى سلة. تعود الى محمد المهدي. محمد المهدي الى شين جيبسون. جيبسون توقف يغير رايه. محمد المهدي تصويبه من الارك اقرب الى علي حاتم على مستوى الريباوند. تعود الكرخ. فرصه الكرخ للتعديل والتقدم. عباس هادي. مباراة حلوه متعه. تصويبه من الارك ولكن اقرب الى عبد الله. تعود شين جيبسون. جيبسون تمرير اوبن شوت يغير رايه. محاوله. محمد المهدي يقطع بالبيس لاين الى عبد الله. عبد الله حيدر يحاول و شوف تنتقل حيازه لصالح فريق الكرخ. تصويب الكرة من تحت السلة. بالتالي تنتقل حيازة لصالح فريق الكرخ. دفاع المانتومان على شاكير سميث من قبل محمد المهدي. سميث تمرير. سميث مرة ثانية. 40 38. تمريره خالد حسن. علي حاتم. عباس هادي يقطع بدرايف. يحاول علي حاتم. السلة تابعه دفاعية من عبد الله حيدر. مرة ثانية بيكو دجلة الجامعة. تمرير إلى ليكنز. ليكنز يحاول. دجلة الجامعة جود ديفنس من جانب الكرخ. يحاول تمرير محمد المهدي. بيكو محاولة محمد المهدي. تصويبه من الارك ومتابعة هجومية من جيبسون. جامب شوت. تصويبه. كرة ايربول اقرب الى خالد حسن. عود الى شاكير سميث. فريد رعدي. عباس هادي. عباس صعبة المباراة. جود ديفيس من جانب الفريقين. عباس هادي تصويبه من الارك ممكن ولكن كرة ايربول الى الخارج. تغيير. جي ار يشارك بديلا للاعب شين جيبسون وحسين جاسم يشارك. حسين جاسم بديلا ل عبد الله حيدر. هذا حسين جاسم سجل ثلاثيتين.
الحيازة تنتقل لصالح فريق دجلة. محمد المهدي، محمد ليجنز يحاول ينطلق بدرايف بالانسايد، يحاول كيك اوت، زياد جاسم، محمد المهدي، محمد مرة ثانية ليجنز يحاول يقطع، تمرير جي ار من تحت السلة، اقرب الى علي حاتم، ممتاز على مستوى الريباوند، تعود شاكير سميث، سميث يحاول، كرخ اكثر من فرصة جت للتعديل او التقدم، فرصة للكرخ الان، سميث قطع على محمد المهدي. هذا علي سموم حكمنا الدولي، لاعب يستعد للدخول من جانب فريق دجلة، حسين علي بديلا للاعب محمد المهدي. هذا ميدو، محمد المهدي يرتكب البيرسونال فاول، حسين علي شارك الان لاعب رقم 6. تبقى الحيازة للكرخ، باقي دقيقتين 24 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. شاكير سميث، حسين علي، حسين، فريد رعدي، فريد، خالد حسن، خالد، حسين تصويب الارك ممكن، حسين علي يسجل ثلاثية ويعود الكرخ للتقدم 41-40. اشتعلت المباراة، هي المباراة كانت تحتاج الى ثلاثية من الكرخ. على العموم محاولة بيكو دجلة الجامعة، ليكنز تصويبها من الارك، يا عيني يا عيني يا عيني على ثلاثية ليكنز، يردها بشكل سريع ويغير، يرجع النتيجة، الفارق سلة 43-41. مباراة اخذت ايقاع احلى، اخذت ايقاع اجمل. خلينا نشوف شاكير سميث، محاولة فريد رعدي، حسين علي تصويب الارك المرة الثانية، والمتابعة الدفاعية حاضرة، جي ار، حسين علي، تمريرة اقرب الى فريد رعدي، الفاست بريك حاضر، تنقطع مرة ثانية، التيرن اوفر، محاولة اوبن شوت، يصوب وما يسجل بيكو. تعود الكرخ، شاكير سميث، شوف الاستعجال من الفريقين. مرة ثانية الكرخ، فريد رعدي، فريد، حسين علي، فريد، حسين علي مرة ثانية يقطع بدرايف الانسايد ويخسر الكرة، تعود الى فريد، تصويبه من الارك، يا عيني يا عيني يا عيني على فريد رعدي بالخبرة، يسجل ثلاثية جميلة وترجع التقدم للكرخ 44-43. حلوة المباراة. ليكنز، جي ار، دجلة الجامعة يحاول، ليكنز مرة ثانية ممكن تمويه وقطع ودرايف، بيكو تمريرة ممتازة، اسيست ولا اروع من بيكو، وجي ار حاضر بالفينش، يسجل باسكت وياخذ عدوان. حلوة لفريق دجلة، وهذا باتريك صبا والتوجيهات حاضرة مستمر. حلوة المباراة 45-44، باقي 17 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث، وهذا الواضح امامك بالصورة عنده اندوان، رمية حرة اضافية. هذا علي حاتم لاعب الخبرة، لاعب منتخبنا الوطني السابق. جي ار، جيرارد، الاندوان يسجل، وبعدين وين الفارق السلة، فارق النقطتين، اخر 15 ثانية. كرخ، تمرير علي حاتم، تمريره حسين علي يقطع بالبيس لاين، ياخذ خطا على ليكنز باخر 7 ثواني. الكوارتر الجاي راح يكون احلى. خلينا نشوف كرة بالبيس لاين، حديث خالد حسن ويا علي سموم، حيازة عند الكرخ 7 ثواني، محاولة خالد حسن، تمويه، محاولة بالباك بورد وعود لدجلة، حسين علي ياخذها. وهنا احبتي مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي، نهاية الكوارتر الثالث
تقدم فريق دجلة الجامعة على فريق الكرخ بنتيجة 46-44. اللي تروحون بعيد بعد كوارتر وتابع بعد. مرة ثانية رجعنا وياكم أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، ولحظات وينطلق الكوارتر الرابع والأخير لقمة السلوية المشتعلة تجمع بين صاحب الأرض والجمهور عميد الأندية السلوية فريق الكرخ صاحب 13 لقب أمام متصدر الترتيب فريق دجلة الجامعة. الحيازة عند الكرخ حسين علي، حسين إلى شكير سميث حسين علي يقطع بدرايف بالانسايد ممتاز، محاولة ولكن تابع دفاعية من اللاعب جيرار جيار. تعود إلى ليكنز، دينادر ليكنز إلى حسين علي مرة ثانية، بيكو إلى جيار يبحث عن المساندة، جام شوت تصويبة ولكن أقرب إلى علي حاتم، ياخذ اللاعب ليكنز اوبن شوت حسين جاسم ولكن متابعة هجومية ممكن سكت شاص لدجلة، قطع بدرايف تمرير خطأ على فريد رعدي. فريد رعدي يرتكب البيرسونال فاول، خطأ الشخص. هذا لقطة على فريد رعدي بالتالي خطأ. تبقى الحيازة من جانب فريق دجلة، حسين علي ليكنز دبل تيم، حسين تمرير، حسين جاسم تصويبه من الارك ولكن اقرب الى علي حاتم على مستوى الريباوند. تعود شكير اللونج باص ممتاز، فريد رعدي يشوت ولكن اقرب الى حسين جاسم ممتاز. تعود بيكو ليكنز قطع بدرايف ممتاز التمرير، محاولة ياخذ خطأ، جي ار ياخذ خطأ لصالح فريق دجلة الجامعة. تخيل عزيزي شاهد دقيقة و 25 ثانية ما سجل ولا فريق، الآن يسجل جي ار جيرارد الواضح أمامكم بالصورة، يسجل ويفتتح التسجيل بالكوارتر الرابع والأخير. الثانية سجل كود جوب لهذا اللاعب 48-44 فارق 4. سميث يحاول دبل تيم إلى خالد حسن، محاولة مرة ثانية سميث، شكير سميث الكرخ تصويبه ارك يسجل ثلاثية جميلة عن طريق هذا المحترف 48-47. مرة ثانية جيرارد دجلة الجامعة يقطع
حاول امام علي حاتم، تعود حسين علي تمويه بشكل جميل، جاب شوت تصويبه ولكن اقرب الى خالد حسن على مستوى الريباوند. فرصه الكرخ للتقدم الان. خلينا نشوف كل مدرب محتفظ بثلاثه تايم اوت. تمرير فريد رعدي او بالشوت تصويبه وما سجل. متابعه هجوميه من خالد حسن، تعود الى حسين علي. سكن شوت ممكن الكرخ ويخسر الكره. تيرن اوفر على فريق الكرخ. تغيير الان، يشارك عبد الله حيدر، يعود تشكيل بديلا للاعب حسين علي. 12 تيرن اوفر مسوي دجله مقابل 7. تعود عبد الله حيدر، عبد الله تمريره ممكن خطأ على خالد حسن. خالد حسن يرتكب البيرسونال فاول، الخطأ الشخصي. خلينا نشوف القرار. خالد يغادر ويشارك عباس هادي. عودة عباس هادي مرة ثانية. أكثر المسجلين عباس هادي ب 13 نقطة. شين جيبسون مسجل 10. كرة بالبيس لاين، محاولة حسين جاسم. باتريك صبا يراقب. 48-47 تصويبة من الارك ومتابعة دفاعية من علي حاتم. شاكير سميث حاول فريد رعدي تصويب 3 بوينت جميلة من جانب فريد رعدي، بالتالي يقلب النتيجة 50-48. مرة ثانية جي ار إلى بيكو. جي ار يحاول يقطع وبلوك شوت ممتاز من علي حاتم. ممتاز، فاست بريك حاضر، ممكن تمريره فريد رعدي. وهناك مخالفة على فريد رعدي. استلم الكرة وهو خارج أرض الملعب. هذا بلوك شوت ممتاز والله، جاب المخرج من علي حاتم. أرقام ممتازة على مستوى الديفنس وعلى مستوى البلوك شوت. نقطة ممتازة جاب هذا النقل شركة عشتار ومخرج هذه المباراة. على العموم حسين جاسم يحاول محاولة يسجل. نعم يسجل جيرار جي ار اسيست ولا اروع، ويسجل باسكت وياخذ ادوار. صعبة المباراة. 50-50 التعادل، باقي 6 دقائق ودعا الثانية على نهاية الكوارتر الرابع والمباراة. منو راح يحسم هذه القمة السلوية؟ دجلة لو الكرخ؟ ضاعت فرصة الكرخ الآن للتقدم. حلوة المباراة. شاكير سميث يحاول. سميث ما يستعجل الكرخ. سميث يقطع بدرايف، يخسر الكرة. تيرن اوفر على فريق الكرخ. فاست بريك بيكو الخبرة ومتابعة من عبد الله وخطأ على عباس هادي. تبقى الحيازة لصالح فريق دجلة. خلينا نشوف القرار. هذا عبد الله حيدر. حيازة لو توشوت لصالح فريق دجلة الجامعة. مسجل 4 نقاط، مسوي 7 ريباوند. يضيع الأولى. تيرن اوفر مسوي دجلة مقابل 9. الثانية تضيع. أقرب إلى علي حاتم. تعود عباس هادي
5 دقائق و40 ثانية تفصل عن نهاية الكوارتر الرابع والمباراة. مرة ثانية شاكير سميث تمرير فريد رعدي تصويبه ولكن اقرب الى علي حاتم. ممتاز على مستوى الريباوند. متابعة هجومية يحاول عباس هادي ياخذ خطأ وتوشوت لصالح الكرخ. حلوة لعباس ممتاز اليوم سجل 13 نقطة. توشوت لعباس. شاكير سميث مسجل 12 وفريد رعدي مسجل 12. عباس مسجل الاولى. نسبة التسجيل على مستوى الفاول شوت دجلة افضل 60% مقابل 57. 15 فاول شوت لدجلة مسجل 9 بينما الكرخ 7 مسجل 4. عود الكرخ للتقدم. عباس مسجل وحده وضيع وحده. حسين جاسم تمرير جي ار دوران حاول صوب وتابعة هجومية وبالتالي خطأ على حسين علي يرتكب الخطأ. تعود تبقى خلينا نشوف. تو شوت لصالح فريق دجلة الجامعة للاعب جيرار جي ار. تو شوت لهذا اللاعب. 5 اخطاء على الكرخ. اي خطأ راح يكلفه تو شوت. هذا جي ار حاول ثانية يسجل. وقت مستقطع الآن يطلبه الكوتش عقيل نجم مدرب فريق الكرخ. باقي 5 دقائق و3 ثواني على نهاية الكوارتر الرابع والمباراة. صعب. بعض الإحصائيات نسبة التسجيل بالنسبة للفريقين كرخ 33% مقابل 32 لدجلة. كرخ محاول 60 مسجل 20 بينما دجلة محاول 53 مسجل 17. على مستوى التو بوينت فريق الكرخ افضل 37% محاول 37 مسجل 14 بينما دجلة 33% 30 محاول مسجل 10. على مستوى 3 بوينت فريق الكرخ 26% محاول 23 مسجل 6 بينما دجلة الجامعة 30% محاول 23 مسجل 7. على مستوى الفاور شوت الكرخ 55% محاول 9 مسجل 5 بينما دجلة الجامعة 64% محاول 17 مسجل 11. على مستوى ريباوند الكرخ 44 مقابل 39. 5 اسيست للكرخ مقابل 15. 7 ستيل للكرخ مقابل 4. 3 بلوك شوت للكرخ مقابل 1 بلوك شوت لدجلة. والكرخ مسوي 9 تيرن اوفر مقابل 12 تيرن اوفر. اكثر مسجلين عباس هادي مسجل 14 نقطة وجي ار مسجل 13. فريد رعدي 12 وشين جيبسون 10. شاكير سميث 12 وليجنز مسجل 9. حياز عند الكرخ. شاكير سميث هذه الدقائق راح تكون مشتعلة اكثر. سميث عباس هادي يحاول علي حاتم تمرير. شاكير سميث تمويه تصويب عبد الار. ثلاثية جديدة لهذا المحترف الممتاز. 54-52 تعود بيكو دجلة الجامعة. فارق السلة. دجلة الآن دخل من حسين علي والكرة إلى الخارج. تبقى الحيازة لصالح فريق دجلة. وقت مستقطع الآن يطلبه الكوتش باتريك صبا مدرب فريق دجلة الجامعة. باقي 4 دقائق و22 ثانية. باتريك صبا مدرب فريق دجلة الجامعة المدرب اللبناني المواليد 1971 زوج عنده ولد وبنت. لعب لأندية
الكهرباء اللبناني والتضامن اللبناني والشامفين اللبناني، ودرب على مستوى التدريب، درب منتخب لبنان 2016 و2018، ودرب أندية بيروت وروكس والهومتمن. بعض اللقطات الجميلة من قبل مخرج المباراة وكادر نقل شركة عشتار للنقل التلفزيوني والتسويق الرياضي. مباراة القمة السلوية اللي جمعت بين عميد الأندية السلوية صاحب أكثر عدد تحقيق الألقاب فريق الكرخ أمام الفريق المتوهج فريق دجلة الجامعة صاحب صدارة ترتيب هذا الموسم والنتائج المميزة لهذا الفريق الرائع. جانب من الحضور في قاعة الكرخ عباس هادي أكثر تسجيلا بهذه المباراة، وهذا فريد رعدي لاعب اللي جاي من الدفاع الجوي مثل عدة أندية. على العموم نهاية الوقت المستقطع لطلب باتريك سابا مدرب فريق دجلة الجامعة تمير حسين جاسم، تصويبه من الارض. الله 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 على حسين جاسم، هو ثلاثية جميلة تقلب الكفة لصالح فريق دجلة. 55 54 احلى المباراة صارت. عباس هادي الكارخ، شكير سميث يقطع بدرايف، يحاول تمير عباس تمويه وخطأ على عبد الله حيدر، يشيره حكم الاتحادي علي محسن. بالتالي توشت لصالح فريق الكرخ. عباس هادي ياخذ توشت تمويه بهذا الشكل، وعبد الله حيدر يرتكب البيرسونال فاول. توشت ولا تضيع. 5 اخطاء على الكرخ، اي خطأ راح يكلفه توشت، علينا ننتبه. عباس هادي ثانية يسجل التعادل الآن 55 14 نقطة مسجل عباس. فرصة دجلة الآن للتقدم. عبد الله حيدر، سيد جاسم، سيد متميز على الثلاثيات. لاحظ عقيل نجم يقطع كيك اوت، بيكو حاول ممكن بالباك بورد ما يسجل، تعود كرة الى الخارج. الاعتراض وعودة الى الايرس. خلينا نشوف. نشوف القرار. حيازة تبقى لدجلة، تعود سيم جاسم، سيم محمد المهدي، شين جيبسون، محمد المهدي تصويبه من الارك ولكن كرة ايربول. باست بريك حاضر شكير سميث. عباس هادي يسجل باسكت جديد لصالح فريق الكرخ. 57 55. تعود محمد المهدي الى شين جيبسون، خطأ على حسين علي مباشرة توشت. خمس اخطاء على الكرخ، اي خطأ من اي مكان توشت مباشرة لدجلة. الاخطاء الخمس. تعود نعم يسجل الاولى شين جيبسون، افضل لاعب بالموسم الماضي مع النفط، ارقام ممتازة لهذا المحترف. الثانية يسجل، عاد التعادل 57 شين جيبسون 13 نقطة لهذا اللاعب. تعود شكير سميث تمرير عباس هادي، عباس يطلب الهيلب، يقطع بدرايف، دوران بشكل جميل، ياخذ خطأ على عبد الله حيدر. حلو لي عباس هادي. شوف لقطة
عباس هادي لاعب 28 دقيقة مسجل 17 نقطة. عباس سجل الأولى. حاول الثانية تضيع، تعود كرة إلى الخارج. عودة إلى الأيرس، مطالبة بالأيرس. هذا باتريك صبا مدرب فريق دجلة الجامعة، نتائج ممتازة مع هذا الرجل، ولكن اليوم الكرخ غير مع عقيل نجم رغم المحترف الواحد. محترف واحد معه. شوف اللقطة مع الكرخ. شوف اللقطة. أحمد علي وعلي سموم. صعبة، ولكن القرار عند الحكام اكيد هم اصحاب القرار، ما راح تبين. الهموم. عودة الى الايرس. الكرة المشتركة بين عبد الله حيدر وفريد رعدي. الآن بث بالقرار. أحمد علي يشير الحيازة عند فريقه دجلة الجامعة. فرصة الآن دجلة للتقدم. جيار تمرير محمد المهدي. محمد جيار مرة ثانية. شي جيبسون. دقيقتين ونص. جيبسون. محمد المهدي يقطع. عبد الله يحاول. حلوه لعبد الله حيدر. يسجل باسكت ويعود دجله للتقدم 59 58، وبعدين وين الفارق النص سله. اخر دقيقتين و10 ثواني. 59 58. شكير سميث. عباس هادي. عباس هادي. سميث يقطع. يحاول. علي حاتم. حلوه اسست ولا اروع من سميث، والفرش حاضر من علي حاتم. حلوه 60 59. محاوله حلوه. جياد بالباك بورد يا عيني، بالباك بورد يسجل باسكت وياخذ ادوان. 61 60. حلوه لدجله. شوف القطع بالانسايد ممتاز جدا لاعب جي ار، وخطأ على علي حاتم. خالد حسن يستعد للدخول. بديلا للاعب حسين علي. شنو اللي يفكر به عقيل نجم؟ يريد يخلق الباسكت. دقيقة و45 ثانية تفصلنا عن نهاية الكوارتر الرابع والمباراة. الآن دواني يسجل. جود جوب للاعب جيرارد. الواضح أمامكم بالصورة جي ار 62 60. ايقاف اللعب احمد علي وتاكد من الساعه. عقيل نجم هسه راح نشوف الاوقات المستقطعه. ركز لي على الفارق سله لو نص سله. عقيل نجم وتاكد دفاع بريس مان تو مان من جانب فريق دجله. سميث. شكير سميث يحاول. ممكن يقطع بدرايف. تمريره او بالشوت. تصويبه. 3 بوينت جميله عن طريق عباس هادي. مسجل 20 نقطه
63-62. محاولة شين جيبسون. محمد المهدي يقطع بدرايف. تمريرة عبد الله حيدر. عبد الله يحاول ياخذ خطأ. خطأ على علي حاتم. تو شوت. خلينا نشوف. شوف القرار. هذا باتريك صبا وبيكو يستعد للدخول. بيكو بديلا لمحمد المهدي وعباس هادي و20 نقطة. يوم ممتاز جدا عباس. قدم أداء ولا أروع. تو شوت لعبد الله حيدر. 2 و6 سنتيمتر. الأولى يسجلها. سنة لهذا اللاعب. لعب للحلة ودجلة. ثانية يسجل. جود جوب. عاد دجلة التقدم 64-63. تعود الحيازة للكرخ. شاكير سميث. سميث يحاول يقطع. يصوب. ياخذ خطأ على حسين جاسم. خطأ على حسين جاسم. توجيهات مستمرة. خطأ الشخص الثاني على حسين جاسم. اللاعب اللي جاي من الكهرباء. سميث تو شوت. شوف توجيهات باتريك صبا مع شين جيبسون. شاكير سميث يسجل. الأولى 64-64. وبعدين ويا هذه الفوارق. تعادل. فارق نص سلة. فارق سلة. دقيقة و6 ثواني تفصلنا عن نهاية الكوارتر الرابع والمباراة. سميث الثانية. جود جوب. يسجل وقت مستقطع الآن يطلبه باتريك صبا مدرب فريق دجلة الجامعة. الكرخ متقدم بفارق نص سلة 65-64. والمباراة مشتعلة. المباراة حلوة. المباراة ممتعة. من بدت المباراة إلى الآن ما تعرف من راح يفوز بهذا اللقاء. أول اختبار للمدرب عقيل نجم مدرب فريق الكرخ وقيادة ممتازة لحد الآن هذا الفريق. وأيضا يلعب الكرخ بمحترف واحد اللي هو شاكير سميث. شيرد براون ابعاد على الفريق. وديكن بديكسون ترك الفريق البارحة. غادر. ترك الكرخ وراح. خلى الكرخ بوضع صعب. ولكن بتواجد اللاعبين المحليين ولاعب شاكير سميث كرخ لحد الآن يقدم مباراة ممتازة. بينما دجلة الفريق المتصدر الترتيب يقدم كرة سلة هذا الموسم مغايرة. متصدر الترتيب ونتائج ولا أروع. نسبة تسجيل بالنسبة لفريق الكرخ 37% مقابل 34. على مستوى التو بوينت الكرخ 41 مقابل 35 لدجلة. على مستوى 3 بوينت 33 لدجلة مقابل 32. على مستوى الفاول شوت دجلة الجامعة 72% مقابل 60%. 10 ترنوفر على الكرخ مقابل 12 على دجلة الجامعة. ونهاية الوقت المستقطع اللي طلبه باتريك صبا مدرب فريق دجلة الجامعة. الحيازة عند فريق دجلة. بيكو إلى جيرار. سياد جاسم. شين جيبسون تصويبه ومتابعة من عبد الله. بلوك شوت ممتاز. يعود إلى سميث. آخر 50 ثانية. شاكير سميث. الكرخ يحاول. سميث يحاول ياخذ وقت الكرخ. آخر 35 ثانية. علي حاتم. عباس هادي. سميث مرة ثانية
تصويبه شاكير سميث يضرب من بعيد ويسجل ثلاثيه. تصويبه من بيكو والكره الى الخارج. الله على الكرخ، شنو اللي سوى شاكير سميث؟ وقت مستقطع يطلب عقيل نجم مدرب فريق الكرخ بعد ان تقدم الكرخ بنتيجة 68-64 وباقي 21 ثانية على نهاية الكوارتر الرابع والمباراة. تخيل عزيزي المشاهد، تخيل عزيزي المتابع، الكوارترات الثلاثة دجلة متقدم بيها وباقي 21 ثانية والكرخ متقدم بفارق 4 68-64 بثلاثية هذا المحترف يسدد من بعيد ويسجل ثلاثية. هذا عنده قلب ميت، ولكن من تقول محترف بقيمة هذا اللاعب ينقذ الفريق ويسجل ثلاثية بهذا الوقت الصعب. على العموم الكوارتر الأول انتهى لدجلة 18-10، الكوارتر الثاني لدجلة أيضا 35-32، الكوارتر الثالث 46-44 لدجلة، والآن الكرخ متقدم 68-64 وباقي 21 ثانية. عقيل نجم لحد الآن قيادة ممتازة و10 على 10. الحيازة عند فريق الكرخ ودفاع بريس المان تومان من جانب فريق دجلة الجامعة. على العموم عباس هادي، عباس خالد حسن، خطأ على حسين جاسم، ما عنده حل، لازم يوقف، لازم يوقف. تو شوت لصالح فريق الكرخ. خالد حسن، عباس هادي مسجل 21 نقطة وشاكير سميث مسجل 20. خالد حسن تو شوت، باقي 19 ثانية. دجلة ما عنده حل، لازم يوقف، لازم يوقف الوقت. خالد يضيع الأولى. الأجواء مشتعلة جدا في قاعة نادي الكرخ، الجمهور واقف، اللاعبين واقفين. خالد الثانية يسجل، وقت مستقطع يطلبه باتريك صبا مدرب فريق دجلة الجامعة. 70-64 ما عنده حل غير الثلاثيات، والافضل اللي يسجل الثلاثيات بالنسبه لفريق دجله اللي هو شي جيبسون واللاعب حسين جاسم. على ضوء المعطيات اللي قدامي انه افضل مسجلين بالنسبه لفريق دجله على مستوى 3 بوينت فريق دجله اللي هو شي جيبسون واللاعب حسين جاسم. 19 ثانيه بس تفصلنا على نهاية الكوارتر الرابع والمباراة، وهذا عقيل نجم وأول اختبار لهذا الرجل مع الكرخ، وهذا اللاعب اللي مسجل 20 نقطة اللي هو شاكير سميث، ثلاثية صعبة ومن بعيد ولكن سجلها. كرخ يلعب بمحترف واحد، شيرد براون بعاد عن الفريق، وديكمبي ديكسون ترك الفريق وغادر. الحيازة عند فريق دجلة الجامعة، هذا باتريك صبا شنو اللي يفكر به؟ خلينا نشوف. محمد المهدي ما عنده حل غير محاولة تصويبة بيكو ولكن ما يسجل، تعود خطأ على عباس هادي، خطأ على عباس هادي او خطأ لصالح عباس هادي. تو شوت
لصالح فريق الكرخ. تكنيكال فاول على عباس هادي وتكنيكال فاول على بيكو. اعتراضات بالتالي 14 ثانية، اخطاء 5. يغادر عباس هادي بالاخطاء ال5. تكنيكال فاول. رمية حرة للكرخ ورمية حرة لدجلة الجامعة. وعندنا تو شوت لصالح فريق الكرخ. حسين علي يسجل الأولى، يسجل 70-64. صعب حسين علي على دجلة. بالثانية تضيع. خلينا نشوف. تعود حسين علي، محاولة الكرخ. علي سميث، ثواني الأخيرة، محاولة ممكن وخلاص. نعم، ألف مبروك لفريق الكرخ، الفوز على فريق دجلة الجامعة بنتيجة 70-64. وعقيل نجم يفوز بأول اختبار. ألف مبروك لفريق الكرخ، الفوز على فريق دجلة الجامعة بنتيجة 70-64. تقبلوا تحياتي، أنا معلق المباراة جهاد الزيدي وكادر العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.